صديقي الجميل في الدرس رقم 27 من رحلة تعلم الإيطالية في 100 يوم. أنا برام. لأول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لي فولو وتشير الفيديوهات مع أصحابك، ويلا بينا نبدأ. هنتعلم إيه في الدرس بتاع النهاردة؟ هنتعلم حرفين جر مهمين بنستخدمهم بشكل كبير جدا في إيطاليا، هو حرف الجر وحرف الجر إن. بنستخدمه إمتى؟ بنستخدمه مع الأماكن الصغيرة أو الأماكن المحددة. هقول لك مثلا أكازا في البيت، ألافورو في الشغل، أسكولا في المدرسة. انما ان بستخدمها مع الاماكن العامه او الكبيره، زي مثلا ان اوفيتشو في المكتب، ان بانكا في البنك، ان ايطاليا في ايطاليا. بناخد مثال، هقول لك لافورو اكازا يعني بشتغل من البيت، ستوديو اسكولا بدرس في المدرسه، لافورو ان اوفيتشو بشتغل في المكتب. ملاحظه مهمه، مع مكان محدد، انما ان مع مكان عام او كبير. ليهم استخدامات تانية. بستخدمها مع المدن، زي هقول لك ميلانو، فادو ميلانو، هقول مع ميلانو لان ميلانو مدينة. لكن لو هتكلم عن ايطاليا ككل هستخدم ان، اقول ان ايطاليا، مش هينفعش اقول ايطاليا ولا اقول ان ميلانو. بتستخدم مع المدن، انما ان بتستخدم مع البلاد. وبس كده يا صديقي الجميل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي فولو وتشير الفيديوهات مع اصحابك، واستناني في درس جديد بكره. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.